يا جماعة أهلا بيكم في الشرح المبسط ده. لو فاضل بالظبط ساعتين على الامتحان وحاسين بضغط رهيب وإن المنهج ده عامل زي الجبل ومفيش أي خلفية مسبقة عنه، خدوا نفس عميق كده وما تقلقوش خالص. الشرح ده متصمم مخصوص عشان يكون بمثابة خريطة طريق مبسطة ونهائية، هننقذ بيها الموقف ونضمن أعلى الدرجات ونغطي كمان أهم النقط المتوقعة في الامتحان بأقل مجهود وبدون أي تعقيد. خلينا ندخل في الموضوع على طول. دي الخريطة بتاعتنا. هنبدأ بخريطة المنهج وبعدين الأطر التصورية للوجود، وندخل على المتغيرات والنظرية، وبعدها تعدد النماذج، ونختم بدراسة حالة عن العلاج الأسري. دي روشتة إنقاذ سريعة عشان نفك نلخص أكتر المواضيع اللي بيجي منها أسئلة لطلبة الفرقة التانية بشكل منهجي جدا. النقطة الجوهرية اللي لازم نتفق عليها هي إن النجاح أو حتى تقفيل الامتحان مش محتاج خالص إننا نقرأ كل كلمة أو نحفظ الكتاب من الجلدة للجلدة. الأهم هنا هو فهم المفاهيم الأساسية، إزاي بتتربط ببعض بشكل منطقي، عشان نقدر نحل أي سؤال لفة أو أي موقف تطبيقي بكل ثقة. المنهج بتاعنا في الحقيقة مش معقد خالص، هو بيمشي بتسلسل منطقي جدا. بيبدأ من الفصل الأول اللي بيحط الأساسيات النظرية والأطر، وبعدين يدخل مباشرة في الفصل الثاني على تطبيق عملي زي العلاج الأسري مثلا، وبيكمل بعد كده في الفصل الرابع والخامس بتطبيقات ونماذج تانية بتكمل الصورة عشان نكون مستعدين لنسبة 90% من الامتحان. القسم الأول الأطر التصورية للوجود المادي مقابل المثالي. أول حاجة محتاجين نفهمها هي يعني إيه الأطر التصورية. فهم إزاي الأخصائيين الاجتماعيين بيبصوا للوجود وللحياة في صفة عامة بيغير تماماً الطريقة اللي بيختاروا بيها التدخل المهني مع أي حالة بيقابلوها. خلينا نشوف التعريف الأكاديمي للإطار المادي الحسي. الإطار ده بيحصر الوجود في الحاجات اللي نقدر ندركها بالحواس الخمسة أو بالأدوات العلمية وبس. يعني كأننا بنقول اللي مش هنقدر نشوفه تحت الميكروسكوب أو نقيسه هو ببساطة مش موجود في قاموس العلم. الإطار ده بيرفض تماماً أي حاجة مش ملموسة. على النقيض تماما بقى بيجي الإطار المثالي. الإطار ده بيشوف إن العالم المادي مجرد جزء بسيط جدا من الوجود، بيعترف بالغيب وبيؤمن بوجود خالق وإن في حياة بعد الموت، وإن حياة الإنسان ليها أهداف أسمى بكتير من مجرد إشباع الحاجات المادية. بالنسبة للأخصائي الاجتماعي اللي بيتبنى الإطار ده، حل المشكلة مش بس فلوس أو سكن، ده كمان بيشمل الدعم الروحي والنفسي وتفهم القيم. الفجوة بينهم واضحة جدا. إطار بيعتمد كلياً على الأدلة المادية الملموسة ويرفض ما وراء الطبيعة، وإطار تاني بيتبنى نظرة شمولية وروحانية. فهم الفرق الجوهري ده بيخلي إجابة أي سؤال صح وخطأ في الامتحان مجرد لعبة بسيطة، لأننا بنبقى عارفين المرجعية اللي بيفكر بيها كل أخصائي. القسم الثاني تعريفات أساسية المفاهيم المتغيرات والنظرية. خلينا ننتقل بسرعة لتعريفات مضمونة جاية في الامتحان. التفرقة بين المصطلحات الأكاديمية دي شيء أساسي ومهم جدا لأي حد بيدرس المنهج ده. المفهوم ببساطة هو الكلمة أو الرمز اللفظي اللي بنديه للواقع، زي بالظبط لما نقول كلمة قلم. الكلمة دي فوراً بترسم صورة للقلم في ذهن أي حد بيسمعها، وده اللي بيخلي التواصل العلمي أسهل وأدق بكتير. بينما في حاجات ثوابت في الدنيا، المتغيرات بقى هي حاجات مش ثابتة ودايما بتتغير من شخص للتاني أو من وقت للتاني، وبتنقسم لنوعين أساسيين لازم نركز فيهم كويس جدا عشان بيجوا كتير في أسئلة المقارنات. النقطة الجوهرية هنا هي التفرقة بين المتغير الكمي اللي بنعبر عنه بأرقام زي الدخل بالجنيه أو السن بالسنوات، والمتغير الكيفي اللي بيوصف حالة مش رقم، زي لما نوصف حد إنه كفيف أو بيعاني من إعاقة معينة. لو جه في الامتحان موقف بيسأل عن قياس أثر الفقر، افتكروا دايما إن الدخل كمي، لكن مستوى المعيشة أو الرضا النفسي ممكن جدا يكون كيفي. هنا بقى المرجع بيعرف النظرية على إنها وسيلة لتجريد الواقع. يعني إيه؟ يعني بناخد جزء من الواقع المعقد ده ونحدد المفاهيم والعلاقات بين المتغيرات. مثلا لو عندنا نظرية بتقول إن التفكك الأسري بيؤدي للانحراف، النظرية دي بتخلينا نتنبأ باللي هيحصل ونختبره على أرض الواقع، بدل ما نعتمد على مجرد ملاحظات عابرة. النقاط السريعة دي بتلخص أهمية النظرية بشكل مبسط. النظرية هي اللي بتدينا عدسة علمية موضوعية عشان نفهم الواقع ونبني نماذج التدخل، وبتبعدنا تماما عن الذاتية والتخمين والاجتهاد الشخصي اللي ممكن يضر العميل أكتر ما يفيده. القسم الثالث اختيار نماذج التدخل المهني. ليه عندنا نماذج كتير جدا؟ ده سؤال بيتكرر دايما في الامتحانات. ليه الخدمة الاجتماعية فيها عشرات النماذج المختلفة للتدخل المهني بدل ما يكون عندنا أسلوب واحد عالمي نمشي عليه ونريح دماغنا؟ الإجابة ببساطة تكمن في التنوع الهائل للعملاء والمشكلات. إحنا بنتعامل مع أطفال ومسنين وأغنياء وفقراء وفي مجتمعات وثقافات مختلفة تماماً.
فمستحيل أسلوب واحد ينفع مع الكل، وعشان كده ظهرت الحاجة لأطر ونماذج محددة تناسب كل حالة. وهنا بنرجع للأطر التصورية اللي اتكلمنا عنها في الأول. نظرة الأخصائي للمشكلة هي اللي بتخليه يفتح صندوق الأدوات ويختار النموذج الصح من وسط كل التعدد ده. بالانتقال من الجانب النظري للواقع العملي، جه الوقت إننا نهدي الرتم شوية ونشوف إزاي بيتم انتقاء نموذج تدخل مهني وتطبيقه حرفياً على أسرة بتعاني من أزمة حقيقية ومحتاجة تدخل سريع ومنهجي. القسم الرابع، دراسة حالة عملية، تطبيق نموذج العلاج الأسري. دراسة الحالة الافتراضية دي المعتمدة على نموذج العلاج الأسري من الفصل الثاني مثالية جدا عشان نفهم أسئلة المواقف والسيناريوهات اللي بتيجي وتلخبط في الامتحان. في العلاج الأسري بدل ما الأخصائي يعزل فرد واحد ويعالجه لوحده، هو بيتعامل مع الأسرة كلها كوحدة واحدة وبيعمل لهم جلسات أسرية مشتركة. ليه؟ لأن العطل ممكن ما يكونش في فرد بعينه، لكن في طريقة تواصلهم مع بعض أو في نمط التفاعل السلبي اللي بينهم. الخطوات هنا منهجية ومهمة جدا. لازم الأخصائي يحلل شبكات التواصل ويفكك أي تحالفات هدامة جوه الأسرة، والأهم من ده كله إنه يلتزم بالحياد التام وما ياخدش صف أي فرد على حساب التاني أبدا. وخدوا بالكم، دي نقطة بتيجي كتير كفخ في أسئلة الاختيارات المتعددة. الهدف النهائي للتدخل المهني ده بيتحقق والعملية بتنتهي بس لما الأسرة تثبت إن عندها تواصل واضح وإن مفيش حد بيلعب دور كبش الفداء اللي بيشيله كل المشاكل، وكل فرد بيأدي دوره باستقلالية وإيجابية تامة جوه النسق الأسري. في النهاية، رغم إن فهم المفاهيم دي هيضمن درجات ممتازة في امتحان النهاردة، إلا إن الأهم هو إدراك إن دي الأدوات الحقيقية اللي هتستخدم بكرة لتحويل الأسر المنهارة لكيانات متماسكة وناجحة في المجتمع. المنهج مش مجرد ورق بيتحفظ ويتنسي، ده خريطة لتغيير حقيقي في حياة الناس. ركزوا في المفاهيم، ناموا كويس، وبالتوفيق والنجاح الساحق في الامتحان.